الشرقية من تل أبيب بالقرب من مطار بن غوريون ومدينة اللد داخل الخط الأخضر، وبالتالي نحن نتحدث عن مذيعين وأجدود بدرجة أساسية في إسرائيل وسط إسرائيل، بالإضافة إلى دول المنطقة والقواعد العسكرية الأمريكية كما يقول الحرس الثوري في المنطقة. هذه الصور أيضا تشير إلى استهداف بصاروخ عنقودي، كما نقلت القناة 12 الإسرائيلية قالت إيران أطلقت صاروخا عنقوديا باتجاه وسط إسرائيل، في اتساق مع ما نقلته أنت عن بيان الحرس الثوري الإيراني صهيب. ونتابع إذن هذه الصور سجلت قبل قليل وسط إسرائيل لما يبدو لانفجار هذا الصاروخ العنقودي بعد انشطاره في الجو، ولا نعلم الآثار المحتملة لهذا الاستهداف الجديد. تظهر الأخبار الآن، هيئة البث الإسرائيلية تقول بلاغ عن سقوط شظايا في 3 مواقع وسط إسرائيل. وسنحاول أيضا أن نتابع من رام الله مع فاطمة خمايسي هذه الأخبار نقلا عن وسائل الإعلام الإسرائيلية وهيئة البث الإسرائيلية. ما الذي يقال الآن فاطمة؟ نعم عبد السلام، هي معلومات أولية بطبيعة الحال. نتحدث عن دفعة صاروخية أطلقت قبل قليل باتجاه مناطق وسط إسرائيل، وبعض المدن التي تقع إلى الجنوب أيضا تم فيها تفعيل صفارات الإنذار كمدينة أسدود التي تحتوي على الميناء في تلك المنطقة، وهذا الميناء يحتوي أيضا على رصيف عسكري تابع للبحرية الإسرائيلية. بحسب المعلومات الأولية فإن الصاروخ الذي أطلق في إطار هذه الدفعة الإيرانية كان صاروخا عنقوديا يحمل رؤوس حربية متفجرة، وعلى الأقل تم تنفيذ عملية اعتراض واحدة بحسب المعلومات الإسرائيلية المتداولة، وعلى إثر ذلك تم الإبلاغ عن سقوط شظايا في 3 مواقع متفرقة في وسط إسرائيل. والآن الطواقم المختصة سواء من الإسعاف وأيضا الدفاع المدني الشرطة تتوجه إلى هذه المواقع ال3 من أجل تمشيطها ومن أجل إحصاء الأضرار واحتوائها. حتى هذه اللحظة الإسعاف الإسرائيلي يؤكد بأنه لم يتلقى أي بلاغ بخصوص إصابات بشرية استثنائية، وكما ذكرت هو يعمل على تمشيط هذه المنطقة. الجبهة الداخلية الإسرائيلية تعلن بأن التهديد الذي كان صادرا عن هذه الدفعة الصاروخية قد انتهى، ما يعني أن ملايين الإسرائيليين الذين دخلوا هذه الملاجئ بسبب الدفعة الصاروخية الإيرانية الأخيرة يمكنهم الآن الخروج. عبد السلام، طبعا هذه الدفعة الأخيرة تأتي بعد ساعة، أقل من ساعة في الواقع، من دفعة إيرانية أخرى كانت قد وجهت نحو جنوب إسرائيل، وحينها الجيش الإسرائيلي أعلن عن اعتراض صاروخ واحد أطلق باتجاه تلك المنطقة. هذا الأمر يأتي أيضا في سياق سلسلة من العمليات الصاروخية التي شهدتها إسرائيل يوم أمس. نتحدث عن تنفيذ إيران 11 هجوما سابقا باتجاه إسرائيل، والآن على ما يبدو بأن القوات الإيرانية ماضية باستئناف العمليات الصاروخية باتجاه إسرائيل. هذه مجمل التطورات بخصوص هذا الصاروخ الإيراني الأخير الذي أطلق باتجاه الوسط، وحتى هذه اللحظة لا تزال المعلومات الأولية تتمثل ببلاغات بسقوط شظايا في 3 مواقع متفرقة في الوسط. عبد السلام، والمعلومات ستتوارد إذن فاطمة بخصوص الآثار لهذا الاستهداف. وأيضا في أثناء حديثكم صهيب وفاطمة تبقون معنا، كان هناك غارة إسرائيلية على ضاحية بيروت